السلام عليكم. كده احلى. الساعة 3 الفجر، هنعمل ايه؟ هنتسحر اكيد، بس انا للاسف يعني هتسحر اندومي. بس ان انا نفسي غم عليا مش عايزه اكل اندومي بقى بخلطات بقى وريسيبيز والجو ده. انا عايزه اكل اندومي عادي، بس مشكله ان انا جايبه اندومي شعريه مقليه. مش عارفه اثبتكم، فخليكم هنا. وطبعا الكراتين دي هتسالوني برضو ايه، نفس السؤال كل مره. ما عندناش مطبخ وبنعمل مطبخ جديد، فمستنيينه يجي، فمفيش مكان ليه. طيب في مشكله ان انا جبت كيسين اندومي مش 3. انا في العادي باكل 3. طبعا البنوته الكيوت جدا الرقيقه موت، انتي ازاي بتاكلي 2؟ مالكيش دعوه، ريحي. ولو مش بعتش هاكل معاهم على السحور عادي يعني. هعمله بقى بالطريقه العاديه بتاعته، بتاعه الاندومي نفسه اللي هو الصويا صوص. بس ان هم لايقين يعني. ايه رايكم اربيهم؟ مكتبه، عارفين انتوا المكاتب زي مكتبه المدرسه كده، بتبقى مكتبه كبيره وبنستعير فيها كتب او بنقرا فيها الكتب بتاعتنا كده يعني، فاهمين؟ مش مكتبه اروح اشتري منها كتاب وامشي. مثلا في الزمالك، في وسط البلد، في اكتوبر، في الحتت اللي حوالين بعض دي. عشان انا بدور على مكتبه كده ومش لاقيها. لما الاندومي يبقى 3/4 سوا، هناخد الميه اللي فيه نصفيها ونسيب بق ميه، وبعدين بقى نحط الحاجات اللي جايه معانا، نديهم تقليبه بقى، وبعدين نحط التوابل بتاعتهم. بس كده خلصنا. هتقولوا لي انتي هتاكلي من الحله؟ هقول لكم لسببين. اولا عشان انا حره، وثانيا عشان انا اللي بغسل مواعين. بسم الله. طعمه اندومي عادي، بس يعني ستيل طعمه حلو جدا. السلام عليكم.